تعالوا نعمل النهارده اكتر حاجه الولاد بيحبوها وبيشتروها من بره، الشيبسي البيتي. هيطلع معاكم قرمش وتحفه جدا، وهنعمله بطعمين مختلفين ومكونات كلها في البيت. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. انا معايا بطاطس اي كميه انتوا عايزينها، زي ما انتوا شايفين مقشراها وغسلاها تمام كده. ومعايا حاجتين هستخدمهم. هنستخدم اللي هي المبشره العاديه اللي موجوده عندنا في كل بيت، هنجربها دلوقتي مع بعض، والمبشره بتاعه الكبه تمام كده. تعالوا نسمي بسم الله ونجرب اول حاجه دي اللي موجوده عندنا كلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي طلعت معايا مش مظبوطه قوي، انا بجرب معاكم على فكره. مش عارفه، هي هتطلعها لي مقطعه، بس انا ايه اجرب تاني. بصوا هي طلعت مظبوطه يعني، بس في اول الكام واحده ما كانتش مظبوطه. انا بصراحه اول مره اجرب المبشره دي. بصوا هي بس عايزه ظبطه، هتطلع مظبوطه معاكم اهي. بكل امانه قدامكم يعني، فيمكن انا مش عارفه اظبط ايدي وخايفه اتعور برضه. فقولوا لي لو انتوا جربتوها قبل كده. تمام كده. هنكمل بقى بايه؟ بالمبشره دي. بصوا انا كده خلصت الكميه اللي معايا. هغسلها كويس قوي وهرجع لكم. هغسلها لحد ما النشا بتاعها ينزل خالص تمام كده. زي ما انتم شايفين غسلتها كويس جدا، والميه بتاعتها نظيفه ما فيهاش اي نشا خالص. تمام. هنعمل اول طعم معايا. هاخد حبه هقسمهم على 2، لان انا هعمل طعمين، بس هقول لكم على افكار تانية لو انتوا حابين تعملوها. تمام كده. اول طعم معايا هعمله بالكاتشب. معايا كاتشب وملح وخل. لو انتوا عايزين تعملوا بالشطه والخل والليمون، ممكن تحطوا خل وملح وليمون. تمام كده. هيبقى معاكم اللي هو بالشطه والملح والخل تقريبا. انا ما بحبوش بصراحه،
فاي طعم انتوا بتحبوه اعملوه. تمام كده. ومعايا بقى ميه مغليه، بسم الله. هغطي بيها البطاطس، وده بقى اول طعم معايا. هسيبها تبرد خالص. تمام كده. هقول لكم برده فكره تانية، لو انتوا في ناس بتغلي ميه وبتحط فيها البطاطس، تمام، وتغليها غلوه وتطلعها، بس كده انا شايفاها اسهل. معايا بقيه الكميه. هحط عليها بهارات بطاطس. دي معايا بهارات انا بجيبها من العطار عادي جدا. تمام كده. هقلبها عشان تمسك فيها بس. هي بيبقى فيها ملحها وفيها كل حاجه، بس طب لو انتوا عايزين تزودوا حبه ملح مفيش مشاكل. هي كل ما بتقعد في الميه هتشرب من التتبيله اكتر. بس هتاكد بس ان هي كلها اخدت التوابل بتاعتي. تمام كده زي ما انتوا شايفين. بس ممكن احط لها حبه خل، والخل عامه بيساعد على التسويه. واحط لها الميه المغليه. اهم حاجه ان انا اغطي البطاطس، اغطي البطاطس بالميه زي ما انتوا شايفين كده. ممكن ازود لها حبه بهارات. زي ما انتوا شايفين طعمين معانا اهو. وقلت لكم كمان طعم تالت لو انتوا حابين تعملوه زي ما بقول لكم بالليمون والشطه والخل زي اللي بيتباع جاهز. هتحطوا الخل وليمون، عصير ليمون، والملح طبعا، والشطه على حسب ما انتوا حابين. تمام كده. انا هسيبهم بقى لحد، اهم حاجه ان انا اتاكد ان البطاطس متغطيه بالميه. هسيبها لحد ما تبرد خالص، تاخد ساعه ساعتين. سيبوها تبرد خالص فيها. وكل ما تسيبوها اكتر هتشرب من الطعم اللي انتوا عاملينه. تمام كده. متنسوش بقى اللايك الجميل، وارجع لكم بعد ما تبرد خالص. يلا بينا. هنا بعد تقريبا ساعة لما بردت المية خالص زي ما قلت لكم، وزي ما بقول لكم كل ما بتقعد في التتبيلة بتشرب منها اكتر. تمام كده. جبت بقى فوطة مطبخ نظيفة او مناديل مطبخ المتاحة عندكم. هنحطها، هنرصها كده زي ما انتوا شايفين، واحدة جنب التانية مش على بعضه، عشان هنشفها كويس قوي من المية. وهسيبها تنشف كمان. يعني انا كنت كمان فاتحة المروحة لان انتوا عارفين الجو حر قوي، فكنت سايباها قدام المروحة تنشف كمان عقبال ما احضر الزيت والمقلاية بتوعي. تمام. هرصها كده زي ما انتوا شايفين. قولولي جربتوا الشيبسي البيتي قبل كده ولا لا؟ هقول لكم في الاخر هو فعلا حلو ولا مش حلو، وزي الجاهز ولا لا. استنوني اخر الفيديو. ما تنسوش بقى اللايك الجميل اللي زيكم، كومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني. وما تنسوش تقولولي بتتابعوني من اي بلد. زي ما انتوا شايفين جبت بقى فوطه تانية او مناديل المتاحه عندكم، ونشفتها كويس قوي. يعني اتاكدت ان هي ما فيهاش ميه، بس اهم حاجه ان انا برصهم واحده جنب التانية مش على بعضه زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده. ايوه انا كنت حاسه هنا ان انتوا مش شايفين كويس، بس انا عدلت الكاميرا وظبطت لكم. معايا مقلايه وحطيت فيها الزيت عادي مش غزير قوي ولا حاجه. انا بس حطيت واحده جربتها لقيت ان هو لسه الزيت ما سخنش معايا، واول ما الزيت سخن بدات حطيت، ما مليتش المقلايه على الاخر. يعني زي ما انتوا شايفين حطيت كام واحده بس عشان تاخد راحتها في القلايه على نار عاليه عادي خالص. تمام. بس انا بقلب فيهم كده وببعدهم عن بعض عشان تتحمر معايا كويس اوي. تمام كده.
زي ما انتوا شايفين الزيت سخن معايا وعلى نار هاديه زي ما قلت لكم. بفضل اقلب فيها كده يمين وشمال عشان تتحمر معايا كويس، عشان ما يلزقوش في بعض وتطرى. تمام كده زي ما انتوا شايفين. والاهم حاجة ان انا بطلعها على مصفى او شبكة، بس ما بطلعهاش ولا على طبق ولا على مناديل عشان ما تطراش منكم. تمام كده زي ما انتوا شايفين. بفضل اقلب فيها لحد ما اخدت اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هحط بقى معايا الكمية التانية برضو زي ما قلت لكم. انا ما بملاش الطاسة بتاعتي او المقلاية بتاعتي، يعني بحط كام واحدة كده وبفضل اقلب فيهم وابعدهم عن بعض، عشان زي ما انتوا شفتوا كده بيلزقوا في بعض، فلو لزقوا في بعض هتطرى معايا ومش هتتحمر كويس. بس زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللون حلو قوي، وطبعا حاجة نظيفة عاملينها لولادنا. وزي ما انتوا شايفين بقى ما شاء الله خلصت الكمية. ما كنتش عاملة كمية كبيرة بصراحة. زي ما انتوا شايفين حطاها على شبكة كده عشان تتهوى وتنشف معايا وتقرمش. تمام. تعالوا بقى نشوف مع بعض ونسمع صوت القرمشة. هستنى رأيكم ايه، ومتنسوش تشتركوا في القناة واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.